English Idioms 4 مصطلحات بالإنجليش الجزء الرابع. رقم 1 A blessing in disguise. معناها حاجة تبان إن هي وحشة في الأول بس بعد كده تطلع إن هي كانت حاجة كويسة وخير ليك. زي إحنا هنا ما بنقول رب ضارة نافعة. زي مثلا لما نقول Losing this job was a blessing in disguise because I ended up finding a better one. الحمد لله إني خسرت الشغلانة دي لأني لقيت شغلانة أحسن منها. رب ضارة نافعة. رقم 2 under the weather. بتتقال لما تكون حاسس إن أنت تعبان أو مش في أحسن حالاتك الصحية. زي كده لما إحنا هنا بنقول في مصر مش مظبوط. I'm not coming to the office today. I'm feeling a bit under the weather. أنا مش جاي المكتب النهاردة لأني حاسس إني مش مظبوط. رقم 3 cut corners. معناها إنك تعمل حاجة بأسهل وأرخص طريقة عشان توفر وقت أو فلوس، وده في الغالب طبعا بيجي على حساب الجودة. زي بالظبط هنا احنا في مصر لما بنقول يكروت الشغل. The company got a bad reputation for cutting corners on safety. الشركة سمعتها وحشة عشان بتكروت في إجراءات الأمان. رقم 4 hit the road. معناها إنك تمشي أو تسيب المكان. زي هنا في مصر لما بنقول نخلع. For example, it's getting late. I think it's time to hit the road. الوقت اتأخر. أعتقد لازم نخلع. This is Premier English by سارة ودي كانت كام مصطلح من مصطلحات الإنجليش.